وانا لسه اول دوري. انا متصدر الدوري يا شويه جلابيه. انا متصدر الدوري. الفريق العظيم ده متصدر الدوري. ذكر رجاله. والله العظيم انتوا وحشني. انا صورتش من ماتش فيوتشر اعتقد. ما علينا يعني. الحمد لله النهارده الزمالك قدم ماتش حلو، بس قبل ما اتكلم في الماتش انا لازم اقف احتراما لعبد الله السعيد. يا جدعان اقسم بالله لما يعتزل المفروض يجي يدي كورسات للاعيبه الناشئين او يكتب كتاب ازاي اكون لاعب خط نص. ده المرجع للاعيبه خط النص. انا مثلا عايز اشوف حاجه في خط النص ارجع لعبد الله السعيد. ده المرجع. 20 سنه من الاستمراريه، اللهم صل على النبي، يعني عشان ما نحسدوش ما شاء الله 40 سنه وحاجه بغايه الجمال كده. انا ما شفتش بلاي ميكر في تاريخ مصر زي عبد الله السعيد. انا ما شفتش ابو تريكه. ما شفتش ابو تريكه ولا حازم امام ولا وليد صلاح الدين، ولا ما شفتهمش، ولا رضا عبد على اللي انا شفتهم، على اللي انا تابعتهم. ما شفتش في تاريخ مصر لاعب خط نص زي عبد الله السعيد. والله العظيم حاجه. ده يا جدعان الناس لما تيجي تتكلم عليه بتقول لك حلو. لا هو مش حلو. هو حلو حبتين 3 4 5. هو حلو بزياده، فاهم؟ اللي هو حلو حلو قوي. حلو ده كلمه قليله على اللي هو اقسم بالله بيقدمه في الملعب. عبد الله السعيد بيعمل كل حاجه في الكوره. انا مش ببالغ، كل حاجه في الكوره حرفيا. بيعمل كل حاجه في الكوره والله العظيم ما ببالغ. الناس بتفتكرني ببالغ ان انا بتكلم عن عبد الله السعيد. لا، حرفيا عبد الله السعيد ده لاعب خط نص من تراث تاني، من كوكب تاني. من كوكب تاني لما يكون ما شاء الله 40 سنه ويلعب ماتش زي ماتش المصري ده. الماتش المصري اللي فات ده اقوى فرقه فنيا في الدوري كانت المصري. انه يمسك ماتش المصري يعمل ماتش عليهم كف. انا اعتقد ده احلى ماتش لعبه معانا عبد الله السعيد من ساعه ما جه. انا ممكن اتكلم في الفيديو ده كله على عبد الله السعيد. عبد الله السعيد بيعمل كل حاجه في الكوره. عبد الله السعيد مش طبيعي، مش طبيعي. انا ممكن اتكلم عليه هنا وبكره والله العظيم. عبد الله السعيد ما طبيعي. ده ما شاء الله لاعب ايقوني في خط النص. ايقوني ايه ده لاعب. انا مش لاقي وصف اوصفه ليه، بس عبد الله السعيد ده ما شاء الله يعني ربنا يحميه. ده انا خلصت فيه كل الكلام. هنرجع بقى للماتش، وبالمناسبه انا هتكلم عن ماتش المصري والاسماعيلي، يعني هخلط الاثنين ببعض كده. فالمهم ان انا بجد انا كنت غلط يا عم. يعني كفريرة انا كنت غلط بجد ان انا قلت ان انت تمشي. بصوا يا جدعان، انا واحد من الجمهور اللي كان اغلبيه الجمهور، في مثلا 95% من الجمهور هم اللي ما كانوش حابين يانيك فريرة. انا كنت منهم. في 5% هم اللي كانوا بيقولوا لا ده هو حلو وبتاع ولسه اصبروا عليه، ارفع لهم القبعه. بس بجد اي حد كان بيتفرج على الزمالك شايف ان يانيك فريرة ده حتى وانت بتكسب وانت بتخسر. انا قلتها يوم ماتش سيراميكا وماتش مودرن، اقسم بالله قلتها لكم. حتى هو بيكسب مش مطمئن بالنسبه لي. ليه مش مطمئن؟ عشان خطه لعبه ما كانتش ما تصلحش لفرق الدوري المصري، وما كنتش شايف في جمل فنيه في ارض ملعب بتتنفذ. فعشان كده انا ما كنتش حابب ان هو يكمل مع الزمالك. بس من ماتش المصري وماتش النهارده لا، لعب ماتشات. حتى التبديلات بتاعته في ماتش المصري لما نزل عمرو الناصر عبد الحميد معالي، هو نشط عمليه الضغط من تاني. انت لحد الدقيقه 65 كنت فقدت خلاص الضغط. خلاص انت لعبتك خط الهجومي قدام هو تعب وريح. فهو عمل ايه بقى؟ خاف للمصري هو اللي يرجع عليك، فقام بدل خط الهجوم بلعيبه ثانيه انشط وكواليتي برضه حلو. نشط عمل ضغط من تاني، وده نتج عنه انك جالك ضربه جزاء. عرفت تستغل الماتش صح، عرفت ان انت تبدل صح. اكتر برضه عقبه كانت بالنسبه له انه ما بيعرفش يبدل، كان بيبدا التشكيل غلط. هو ظبطها ماتش المصري والنهارده. كانت برضه مشكلتك ان الدفاع والنص بيكون بينهم كلهم جاب كده. فلعيبه الخصم تيجي تلعب في الجاب ده بقى، فبتعمل عليك خطوره، بالذات ماتش وادي دجله. بس بقى اللي حصل ايه؟ ان انت قربت الخطوط دي كلها من بعض، فانت بقيت فرقه متماسكه. انت بقيت فرقه صلبه. حتى لو بتروح عليك بهجمات. بالمناسبه بقى بالهجمات دي لازم ندي حق دونجا بصراحه. ماتش المصري عمل ماتش هايل، فما رضيتش اتكلم عليه غير ما اشوف برضه الماتش النهارده. لا دونجا النهارده عمل ماتش فوق الممتاز. دونجا النهارده البينيه اللي جاب منها ضربه جزاء فوق خيال. خلي بالكم انا قلت لكم في الفيديو بتاع دونجا ان ابرز ما يميزه البينيه اللي بتتلعب في ظهر الباك. والله العظيم قلتها في فيديو كنت بقارن محمد شحاته بدونجا. فبصراحه دونجا النهارده عمل ماتش فوق الممتاز. لو بيستمر على كده انا ما عنديش مشكله، ما عنديش مشكله خالص. بس طول ما انت وحش انا مش انا بحبك عادي، بس مش طول ما انت وحش هقول لك العب عشان بتقطع كور. لا. هنرجع تاني بقى للنقطه الثانيه اللي بتكلم فيها، ان انت النهارده شايف جمل في ارض الملعب. يعني من ضمن الجمل اللي انا كنت شايفها، من ضمن الخطط اللي انا كنت شايفها في ارض الملعب، ان ادم كايد اول ما الكره تكون معانا مثلا، ادم كايد كان هو اللي بيضم في العمق، وعبد الله كان بيطلع على الجبهه، او مش بيطلع على الجبهه بمعنى صح اللي هو بيمسك الخط. لا، السرور اللي عمله العداد الدباغي ضيعه. وشفت الكره كان عايز يسقطها لوب وعمل منها اكتر من كورتين برده. فعبد الله النهارده عمل، انت شفت له دور في الملعب عكس الماتشات اللي فاتت. يعني الماتش اللي فات مثلا عبد الله كان نص ملعب عادي، انما النهارده ان عبد الله كونه انه يخش في ال 18 بالشكل ده، فده عارف ان ده مدير فني اكيد. عبد الله مش هيخش كده من نفسه. يعني فريرة كان بالنسبه لي مش واضح، مش عارف، يعني
ملوش اي علامه. ماتش المصري وماتش النهارده لا، يانيك فريرا له اسلوب لعب. لما نيجي نتكلم على عداء الدباغ، انت في الماتشات اللي فاتت عداء الدباغ لما كان بينزل لنص الملعب ما كانش بينزل لهدف الضغط، كان بينزل عشان الفرقه بتاعتك مضغوطه، فهو بينزل عشان معاهم. انما النهارده ماتش المصري او النهارده بالذات، اقسم بالله عداء الدباغ كان بيضغط في كل كوره على كل السردباكات اللي بتطلع بالكوره. النهارده عداء الدباغ النهارده قطع اكتر من 6 كور من البريس اللي بيعملوا لعيبه الاسماعيلي، حتى الجون بتاعه من كده. فانا بتكلم ان عداء الدباغ قل الضغط، فانك تستغله بالشكل ده فانت عبقري. انت مهزوز من ايه بقى؟ انا عايز اعرف انت مهزوز من ايه؟ اصل الكره اللي انت ضيعتها سهله واللي جبتها صعبه، فانت مهزوز من ايه؟ ايه اللي خليك هزك انك ما تحطش الكره اللي جات لك في الاول دي؟ انا بالنسبه له عداد الدباغ قلت لكم قبل كده ان هو انا شايفه لعيب متحرك جامد قوي، ذكي موت في تحركاته. فرقه الزمالك حاليا هي اقوى فرقه في الدوري ذهنيا ونفسيا وفنيا. انا شايف ان الزمالك يقدر يعمل ماتش حلو قوي، ماتش الديربي انا شايف انه يقدر يعمل، والله العظيم يعمل ماتش حلو في ظل الحاله اللي الاهلي فيها. بالمناسبه متوقع ان الاهلي هيخسر بكره ان شاء الله. يعني لو علي ماهر لعب زي ما بيلعب قدام كل الفرق، انا ما بقولش ان علي ماهر هيفوت، ماليش ده، انا بتكلم يعني ان لو علي ماهر ما يتجننش يعني وقرر ان هو يهاجم، لو لعب بتوازن زي ما كل الفرق بتلعب، انا متوقع ان علي ماهر هيكسب بكره. انا شايف ان عامه الزمالك فرقه كويسه. هقول لك احنا عاملين زي مين الموسم اللي فات؟ برشلونه ما كانتش اقوى فرقه في العالم، بس بالحاله اللي كانت فيها هانز فليك واللاعيبه ورافينيا ويامال وبدري، اللعيبه دي كلها مع هانز فليك مع المنظومه كانوا عاملين شو وجو ان احنا اقوى فرقه، وفعلا كانوا من اقوى فرق بتلعب كره في العالم، هي وباريس سان جيرمان. فانت برضو ان الزمالك الحاله اللي هو فيها الموسم ده حاله حلوه، حاله المعنويه نفسيه، لا ده انت بتلعب كوره، انت فرقه حلوه. فانا شايف ان احنا هنقدر باذن الله نقطع مشوار كبير قوي في الدوري، حتى لو ما كسبناهوش نلعب افريقيا. ومره تانية والله العظيم يا جدعان، تاني هقولها تاني برضو عشان لازم الراجل ده ياخد حقه، تاني ورابع وثالث وخامس وللعاشر، ده الله السعيد، وانا مرجع ونموذج لاعب خط النص في تاريخ مصر، او من الخطوط النص، يعني مش اللي هو لوحده، لا، من توب 3 مثلا. توب 3 مش هينزل عن توب 3 عبد الله السعيد. وباذن الله يعني الزمالك قدم شغل حلو. ماتش الاهلي باذن الله ده اهم ماتش في الموسم.